ليه يا حبيبتي؟ انت بتشتغلي عنده؟ ده انت مراته. ما انا عارفه اني مراته، لكن يا اختي ما تفلقنيش، انت هتفضلي خايبه كده لامتى؟ تعالي يا كريمه حاضر، روحي يا كريمه حاضر، يا اختي بلا خيبه. امال عايزه جوزي يقول لي على حاجه اقول له لا؟ لا يا اميره. لا خليكي قولي لي ايوه. ايوه لما تموت شخصيتك خالص، وهي لسه هتموت، ما هي ماتت فعلا. ايه هي اللي ماتت؟ كرامتك يا ست كريمه. هو جوزك ده شريكي؟ ده انت شريكته في الحياه، النص بالنص. يعني ايه بقى النص بالنص؟ يعني زي ما هو ليه شخصيته المستقله، لازم يكون لك شخصيه مستقله. زي هو ما مالي رايه ولازم يبقى لك راي. طب ما هو ده فعلا اللي بيحصل. طبعا انا ليا رايي في بيتي، لكن مش معنى كده اني استبد برايي واخلي راي جوزي ولا حاجه. ما تستبديش ليه يا حبيبتي؟ اشمعنى هو اللي بيستبد؟ لا لا لا، هو عمره ما استبد. يا شيخه اسكتي، والنبي اتكلمي في حاجه تانية غير دي، احسن انت بتفقعيني، انا بتغاظ ودمي كله بيتشكشك من الكلام ده. بتتغاظي من ايه بقى يا ست اميره؟ هو انا بقول كلام يغيظ؟ كلامك واعمالك وتصرفاتك مع جوزك كلها تفلق. استسلامك كده على طول الخط. انت فكرك بالطريقه دي جوزك يحبك ويحترمك؟ والله العظيم ابدا. ما تخافيش يا اميره، انا جوزي بيحترمني جدا، عمره ما قال لي كلمه زعلتني ابدا ابدا. كلمه تزعلك؟ ها، اهو ده اللي ناقص. وحياتك انت بكره ده اللي هيحصل. عمره ما هيحصل، لاني عمري ما بزعله. ما قلنا نتكلم في حكايه غير دي؟ طيب بالمناسبه دي عايزه اسالك سؤال. اتفضلي. انت عارفه طبعا ان جوزي وجوزك في وظيفه واحده، وطبعا حالتهم الاجتماعيه زي بعض، والاتنين في درجه 5. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني عايزه اقولك ان دخل جوزك تقريبا زي دخل جوزي تقريبا. احنا داخل علينا الصيف، تقدري تقولي لي جوزك جاب لك كام فستان صيفي؟ كام؟ انا عندي 4-5 فساتين من السنه اللي فاتت، وكمان جاب لي قماش فستان جديد. فستان واحد؟ وحياتك انت انا جوزي جاب لي قماش 4 فساتين، والاربعه حرير طبيعي. يا خبر، 4 حرير طبيعي؟ رنيت معاه خناقه امبارح، كان لها العجب. خناقه؟ ايوه خناقه. امال يعني اخد حقي ازاي؟ اسيبه كده عشان يهدم حقي؟ لكن اتخانقتي على ايه بقى؟ انا مش فاهمه. على بقيه الطلبات بتاعت الصيف يا حبيبتي. هو الصيف ده عايز فساتين بس؟ مش عايز جزم وعاوز ارواب صيفي وعاوز حاجات للبلاج. انتوا هتصيفوا السنه دي يا اميره؟ كل سنه يا حبيبتي بنصيف. يستجري. اسمعي يا كريمه، شوفي يا حبيبتي، الراجل ده حسب ما تعوديه، ممكن تكوني لك شخصيه قدامه وممكن تبقي هلفوته. يا سلام، وهي الشخصيه الواحده بتكونها لنفسها بالخناق والتحدي؟ امال يعني تكونها ازاي؟ ما تقوليلي. انا شخصيا مع جوزي كده، ما يقفش عند حده الا لما اشخط فيه، وبياخد مني الشخطه من هنا وينفذ كل طلباتي من هنا. مش انا بس، كل الستات اللي بتحب كده لازم يبقى لها كيان قدام جوزها. اسمعي، جوزك بيسهر للساعه كام؟ هو انا همسك له الساعه يا اميره؟ اهو بيجي من بره وقت ما بيجي. وقت ما بيجي؟ حلوه دي. ايش عرفك هو بيسهر فين؟ هيسهر فين يعني؟ يا مع اصحابه يا في شغله بيقضيها او حاجه زي كده. ياي، ده انت على نيتك قوي. شوفي يا حبيبتي، الراجل من دول لو ما كانتش مراته تربطه برباط من حديد يبقى فلت منها والعوض على الله. لا لا يا اميره، انا مش رايي ده ابدا ابدا. خلاص خليكي على رايك لحد ما تشوفي بعينيكي ضره معاكي في البيت. ضره؟ لا مش ممكن. ليه؟ هو انت ناسيه حكايه كاميليا؟ ما هي كانت زيك كده، زي حته الموبيليا، وجوزها يشيلها من هنا يحطها هنا. ضعفها هو اللي خلاه يتضايق منها ويتجوز عليها. وطبعا دي حكايه انت فاهماها وعارفاها ودرساها كويس، وكاميليا صاحبتك الروح بالروح. ايوه بس جوزي غير جوز كاميليا خالص، ده جوز كاميليا راجل. كلهم طينه واحده وحياتك. اقفلي بقك والنبي من السيره دي. قومي يا حبيبتي، قومي البسي واخرجي معايا، علشان عاوزه اشتري جوزين جزم. نقيهم لي بذوقك الكويس. ياه، جوزين مره واحده؟ امال يا عبيطه. اميره، نعم. انا عايزه اسالك سؤال. قولي يا اختي. جوزك بيجيب فلوس الفساتين والجزم دي منين؟ من تحت الارض. يعني بيستلف مثلا؟ وما يستلفش ليه يا اختي؟ المهم ان طلباتي تكون مجابه وخلاص. قومي البسي، قومي بعدين احسن نتاخر. لا يا اميره معلش، ده دلوقتي الساعه بقت 11 وانا لسه ما طبختش، وجوزي زي ما انت عارفه بيرجع الساعه 2:15 من الشغل، ولازم يلاقي الغدا جاهز. لازم؟ ده انت غلبانه قوي. طيب يا ستي ما عطلكيش، احسن سيدك يرجع من الشغل يبقى ينكد عليكي. سيدي. اهلا كريم، جايب لك فاكهه بتحبيها قوي، حذري تبقى ايه؟ الله، مالك يا كريم؟ متضايقه من ايه؟ ولا حاجه، بس تعبانه شويه. لا الف سلامه، بعد ما نتغدى هوديك الواحد دكتور على طول. الله،
هي السفره مش جاهزه يعني؟ انت ما عملتيش غدا ولا ايه النهارده يا كريمه؟ الله، بقول لك كنت تعبانه. الله، واعصابك سايره كده ليه؟ معلش يا ستي، هاتيلي اي حاجه كلها. عندك علبه بلوبيف في المطبخ، افتحها واتغدى. عندي؟ انا اعرف طريق حاجه في المطبخ؟ طب ما تجيبيها لي انت يا كريمه، وتجيبي لي صحن ورغيفين وانا افتحها ونتغدى سوا. انا ماليش نفس، والعلبه في المطبخ في النمليه عندك، روح خدها. ايه يا كريم، حكايتك ايه؟ انت متغيره كده ليه؟ ايه بقى اللي اتغير فيا؟ ما انا زي ما انا اهو. بقول لك تعبانه يا اخي، مش قادر ترحمني يوم واحد؟ ولا كنت متجوزني عشان تشغلني عبد عندك؟ كريمه، الله، انت بتكلميني باللهجه دي ازاي؟ انت بتشخط فيا كده ليه؟ ايه يعني لما ما عملتلكش الغدا كفرت؟ انا ما يهمنيش الغدا يا كريمه، انا قلت لك مستعد اني اكل اي حاجه، لكن لهجتك اللي انت بتكلميني بيها دي لهجه غريبه عليا قوي، انا عمري ما سمعتها منك. ايه يعني لما اتكلم باللهجه دي؟ عايزني حتى وانا تعبانه ابقى ذليله كده تحت رجليك؟ كريمه، انا مش مصدق وداني. ليه؟ عايز تكتم انفاسي؟ مش من حقي ابدا اني اتكلم في البيت ده. ومين قالك بس انه مش من حقك؟ انا شريكة حياتك، زي ما ليك حق انا ليا حق، وزي ما ليك راي انا كمان ليا الله راي. الله، كلام ايه ده اللي بسمعه؟ كلام ايه ده وسببه ايه؟ انا فاض بيا خلاص، سنتين دلوقتي وانا عايشه معاك وانت واكلني وهاضم كل حقوقي. واكلك وهاضم حقوقك؟ انا عمري ما عمرك ما اعتبرتني زوجة. انت فاكر انك جايبني هنا شغاله عندك في البيت؟ انا يا كريمه استغليت طيبتي واستغليت ضعفي عشان تموت شخصيتي. اموت شخصيتك؟ ايوه، عشان تبقى الامر الناهي كل حاجه في البيت، وانا ولا حاجه. ولا حاجه زي يا كريم. موظف محترم في الدرجه الخامسه يجيب لمراته فستان واحد في الصيف، فستان يتيم ملوش حتى زميل يونسه في الدولاب. انت عندك فستان واحد بس يا كريمه؟ ايوه، الباقي كله مش هلبسه. هو ده اللي مزعلك؟ ولا تزعلي، معلش، اسف. كل اللي انت عاوزاه انا مستعد اجيبهولك، وحالا دلوقتي قبل ما اتغدى كمان. انا عايزه كمان 3 فساتين زي غيري ما بيجيب. انا كمان انا ما لازم- احبش انك تبقي زي غيرك، ثم اني قلت لك ان اللي انت عاوزاه انا هجيبهولك، بس ما احبش انك تغيري لهجتك في الكلام بالشكل ده. ده انا غيرت طريقتي معاك وفي ثانيه واحده نلت كل طلباتي. انا كنت عايشه معاك مغمضه السنين اللي فاتوا كلهم. افهم من كده يا كريمه ان شخطك ده اجبرني على تنفيذ طلباتك؟ طبعا. طيب ايه رايك بقى اني مش هجيب لك حاجه الا لما ترجعي لهدوئك تاني؟ شفت بقى ازاي حضرتك بتستغل نفوذك وسلطتك؟ نفوذي ايه وسلطتي ايه؟ المساله مش مساله سلطه ونفوذ، المساله مساله تفاهم. انا لا يمكن انفذ طلبات لانسان ابدا بيطلبها مني بالقوه. وانا لا يمكن اعيش معاك مستسلمه كده على طول، ابدا كريمة. ابدا ابدا. انت بطريقتك دي هتبعديني عنك قوي. ما تشوهيش الصوره الجميله اللي انا شايلها لك في قلبي وفي خيالي. مش الصوره هي اللي هتتشوه، انت اجبرت صاحبتها انها تتشوه. انا ما احبش اسمع الالغاز دي. انت حكايتك ايه بالظبط؟ انا كرهت العيشه السلبيه دي. انا انسانه لازم اخلق لي كرامه، انا مش حته موبيليا في البيت. كريمه، الكلام ده غريب عليا قوي. انت 100% اتجننت. كنت مجنونه وعبيطه في نظرك على الاقل، لكن انا عقلت خلاص. طيب تسمحي تهدي شويه عشان نقدر نتفاهم مع بعض؟ طول عمري هاديه وما نفعتش معاك. كل انسان لازم يمشي في الطريق اللي بيوصله لهدفه. يعني ايه؟ يعني ما عدتش تشوفني تاني كريمه السلبيه الهاديه المستسلمه ابدا. وتفتكري انك بالطريقه دي هتكسبيني؟ اكسبك ولا ما اكسبكش، انا خسرت كل حاجه وخلاص. بالطريقه دي فعلا هتخسري كل حاجه، حتى حياتي معاكي. انت بتطردني، بتهددني يا ممدوح. طيب انا هلبس وخارجه، هروح لبيت بابا لحد ما تفهم ان الزوجه ليها حقوق وكلمه وكرامه زي الراجل بالظبط. اهلا 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 اهلا، دي خطوه عزيزه، ده انت خطوه عزيزه. ايه ده اتنزلتي وجيتيلي؟ دي كريمه يا صبري، تعالى سلم عليها. اهلا 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 كريمه هاني. اهلا بيك يا استاذ. اتفضلي هنا في الصالون. عن اذنك دقيقه واحده، سايبه الشاي على البوتاجاز عشان اخلي الكوبايتين 3 ولا ايه؟ عن اذنك ثانيه واحده. اهلا وسهلا. وازاي الاستاذ ممدوح؟ بخير الحمد بقالي لله. مده ما شفتوش، ياه فين من شهرين تقريبا. ما احنا زي ما انت عارف مشغولين على طول. الله يكون في العون. الله، ايه مالك يا كريمه هاني؟ إيه انت تعبانه ولا ايه؟ فعلا عندي شويه صداع. يا خبر. من فضلك والله ممكن الشغاله بتاعتكم تجيب لي اسبرين من الاجزخانه اللي تحت؟ انا معايا اسبرين في جيبي اهو. اتفضلي. ميرسي. الف سلامه. وبمناسبه الشغاله دي، انا عمري ما دخلت في بيتي شغاله ابدا. ازاي يا استاذ صبري؟ دي اميره قالت لي مره انك ما بتستغناش ابدا عن الشغال. لا لا لا، لازم بتهزر معاكي. دي اميره ست بيت ممتازه، طول النهار ما تبطلش شغل في البيت. لكن دي كانت وهي بنت ما بتشتغلش ابدا في البيت. جايز، انما بقى من يوم ما اتجوزتها خليتها حاجه تانية خالص. حضرتك؟ ايوه طبعا. بصراحه انا عندي مرض اسمه النظافه والتنسيق.
يعني لو جيتي للجد لا اي انسانه غير إله اميره إلا الله ما تطيقش وحده تصرفاتي لا من الناحيه دي شريك معاها له ابدا. الملك إزاي وله يعني؟ مش الحمد وهو طول النهار اقول لها لمعي دي، حطي دي، شيلي دي، غيري نظام الاوضه دي، لدرجه اني بنكسف من نفسي احيانا. بس اميره دي حاجه تانية. من حظي انها مستسلمه لاوامري على طول الخط. مستسلمة؟ ايوه، حسب ما عودتها لا يمكن تتصرف اي تصرف الا باذني. وبصراحه انا ساعات بحس اني ظالمها حاجات كتير، بس هي مستحملاني. انا مثلا الصيف اللي جاي ده جبت لنفسي قماش بدله وبنطلون، وما جبتلهاش هي اي حاجه، ومع ذلك ما بتتكلمش. ما جبتلهاش فساتين في الصيف خالص؟ ابدا ابدا وحياتك، ومش هجيب لها كمان. عندها 5 6 فساتين من الصيف اللي فات وهي مش عايزه. غريبة. 3 شاي هتشربوهم وتدعوا لي. لا، تبقى واحده منكم تشرب الشاي بتاعي. انت عارفه ان انا خارج عشان ورايا شغل يا اميره. عن اذنك يا كريمه هاني. وهترجع امتى يا صبري؟ الله، ده سؤال ده يا اميره؟ حسب ظروفي طبعا، الساعه 11 12 بعد نص الليل. عن اذنكم. حاضر، مع السلامه يا صبري. ايه ده؟ يرجع البيت بعد نص الليل؟ وانا هعمل ايه يا كريمه؟ هتحكم فيه؟ هي في ست تقدر تتحكم في راجل؟ لكن انت قلتي لي مرة غير كده خالص يا أميرة. قلتي لي ان جوزك ما بيستجريش يتأخر بره بالليل ابدا. انت واخده بالك؟ انا كنت بقول كده من نار يا كريمه، كنت برحرك شويه عشان ما تخيبيش الخيبه اللي انا فيها. اياكي تكوني كمان صدقتي حكايه ال4 فساتين. ايه ده؟ ما جابلكيش 4 فساتين؟ 4 فساتين منين بس يا كريمه؟ هي ماهيه جوزي كلها كام؟ على راي المثل الجعان بيحلم بسوء العيش. ده انا حسداك يا كريمه على الفستان اللي انت جبتيه ده. جوزك طيب والنبي يا كريمه ما جاش معاكي ليه؟ والنبي اسكتي يا أميرة، انا متضايقة. ليه؟ ايه رأيك تلبسي ونروح سوا السينما عشان نتسلى شوية؟ يا خبر ابيض، انا اقدر اروح السينما من غير اذن صبري؟ ده كان يذبحني. يذبحك؟ طبعا اذن. الله، على فين يا كريمه؟ هو انت لسه حبيبتي والنبي شربتي تسكتي الشاي؟ بقى، كفاية يا أميرة، كفاية اللي شربته منك. خلاص يا ممدوح، اديك فهمت كل حاجة. انا مش بلومك، انا جايه لك لحد البيت، ورأيك انت الاول والاخير. تحب تسامحني سامحني، ما انتش عايز تسامحني هعيش طول العمر ادفع ثمن غلطتي وانا بعيدة عنك. بالعكس يا كريمه، انت معزتك في قلبي زي ما هي واكتر، ومادام فهمت السبب انا استريحت خلاص. يا حبيبي يا ممدوح، انا اتأكدت بس النهاردة ان حبك ليا اقوى من كل حاجة. انا غلطت في حقك، غلطت غلطة كبيرة قوي، لكن خلاص يا ممدوح، انا خلاص خدت درس عمري ما هنساه. انا غلطت، لكن احلف لك بحياتك انت خلاص دي اول غلطة واخر غلطة.